بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب المرحلة الثانوية ومحبي تعلم اللغة الإنجليزية، Welcome to the Full Marks in English with Mr. محمد كامل. النهاردة إن شاء الله هناخد مع بعض Unit 1 Lesson 2 من كورس تعلم كلمات اللغة الإنجليزية. نبدأ الأول بمراجعة كلمات الحصة اللي فاتت. خدنا كلمة digital. طبعا هقول المعاني، فالطالب اللي متابع معانا وعارف المعاني كده تمام أوكي. اللي ناسي معنى كلمة هيراجعها مثلا يكررها حوالي 10 مرات أو كده علشان يفتكرها كويس. أول كلمة ديجيتال وكنا قلنا معناها رقمي. برنت يطبع أو مطبوع. فيرجن نسخة. رول يعني دور. أمال كنا قلنا كلمة رول باليو يعني إيه؟ برافو، يعني يحكم أو قاعدة. سوسايتي مجتمع. تابلويد لو تابلويد نيوز بيبر اللي هي صحف الإيه؟ الإثارة أو الصحف الشعبية اللي هي مش بتركز قوي على المحتوى قد ما بتضع مثلا صور مثيرة أو جاذبة للانتباه أو كده. برود شيت اللي هي الصحف الاحترافية اللي بتستخدم اللغة الرسمية أكتر وكده. فاكتشوال يعني حقيقي أو واقعي، جاي من كلمة فاكت يعني حقيقة. article قلنا لها معنى مقالة ولها معنى سلعة ولها معنى أداة زي أدوات النكرة وأدوات المعرفة يعني. cheat اللي هي معناها يغش أو غشاش. dishonest غير أمين. behave يعني يتصرف وجاي منها كلمة إيه؟ behavior يعني السلوك. revolution قلنا معناها ثورة. demand يطلب. piracy القرصنة وطبعا في كلمة pirate يعني قرصان. illegally يعني غير شرعي. ruin يعني يدمر أو يتلف، تساوي damage تساوي destroy. spoil يعني يفسد زيهم برضو. shocked يعني مصدوم. surprised مندهش. upset يعني متضايق أو مرتبك. nutrition قلنا معناها التغذية. critical اللي جاي من كلمة criticize ينتقد ومنها criticism النقد. critical يعني نقدي أو حاسم critical. acquire يعني يكتسب وكنا قلنا كلمة require يعني يتطلب أو يستلزم وكلمة inquire يعني يستفسر. نبدأ النهاردة بكلمات وتعبيرات lesson 2. أول تعبير عندنا اللي هو لما نقول عن حد إن هو منتظر أو بينتظر. wait ينتظر. with bated breath يعني ينتظر بفارغ الصبر. with bated breath يعني بأنفاس محبوسة، يعني مش قادر ياخد نفسه من كتر التلهف أو الترقب للشيء اللي هيحدث، فبنقول عليه إن هو ينتظر بفارغ الصبر. بقول with bated breath معناه ده فريز عبارة meaning بتعني waiting with a lot of nervousness and excitement يعني بينتظر بكثير من الترقب والاهتمام وكده والإثارة. تاني كلمة عندنا كلمة claim يعني يزعم. say something is true بيقول عن شيء إن هو حقيقي. although بالرغم من it hasn't been proved بالرغم أنه لم يثبت، يعني شيء لم تثبت صحته وهو بيدعي أو بيزعم إنه حقيقي. طبعا هنشوف الأمثلة ونشوف الجمل وهنحل التدريبات وكده، بس الأول بناخد فكرة مبدئية عن بعض الكلمات اللي عندنا. الكلمة اللي طبعا قلنا كليم بقى يعني إيه؟ يزعم أو يدعي. نمبر 3 occur ده بقول معناه to happen يحدث or exist يتواجد in a particular place or situation يحدث أو يتواجد في مكان أو في موقف، معناها يحدث يعني happen. برضو في يحدث اللي هي كلمة take place يعني يحدث take place. طيب ودي كلمة occur يعني يحدث، يبقى احنا قلنا with bated breath لما نقول عن حد ان هو wait ينتظر with bated breath ينتظر بفارغ الصبر. claim يدعي. occur يعني يحدث بتساوي exist وقلنا particular يعني خاص. طبعا الكلمات دي كلها بعد كده هناخدها بمعناها بالعربي ومكتوبة وكده، فالناس تصبر يعني ما فيش مشكلة. نمبر 4 some countries بعض الدول announced أو بعض البلاد يعني announced أعلنت that they would send products by air. announce يعني يعلن. products يعني منتجات.
ده كده في 2021 كان في سفينة اسمها ايفر جرين كانت سدت مجرى قناة السويس، وبعض الدول والبلاد أعلنت إنها ترسل المنتجات بتاعتها باي إير جوا. نمبر 5 بيقول ذا شيبس كابتن، قائد السفينة، said that اللي هي كانت سدت المجرى السبب اللي خلاها يعني تصطدم بالشواطئ وكده. قائد السفينة قال that a strong wind، رياح قوية، spun، ده التصريف الثاني من فعل spin بالآي. spin يعني يدور حول نفسه، فهو بيقول قائد السفينة قال إن الرياح خلتها تدور حول نفسها. spun the ship، الرياح خلتها تدور حول نفسها through canal، في خلال القناة اللي هي قناة السويس. experts، الخبراء، experts are investigating، investigate لحد بعد التي بنحط اي، ولكن طبعا هو هنا حذف الاي وحط اي ان جي عشان ده present continuous مضارع مستمر. يقول الخبراء investigate يعني يتحرى او يبحث او يستقصي الحقائق، بيتحروا عن the possible casualties. casualties اللي معناها خسائر أو إصابات. casualties for all sides، بيبحثوا في الخسائر المحتملة أو الممكنة على كل الجوانب. number 7 they are also studying، اللي هم experts، اللي هم معناهم إيه بالعربي؟ الخبراء. بيدرسوا the accident، الحادثة يعني accident carefully، لأن في كلمة تانية هناخدها اللي هي كلمة incident، معناها حادث سواء شيء إيجابي أو شيء غير إيجابي. اللي هي كلمة incident بمعنى مثلا زي الواقعة كده، يعني الواقعة دي حصلت كذا، أو الحدث accident carefully to see how Egypt can be compensated، كيف يمكن لمصر أن تعوض. يبقى compensate يعني يعوض، طبعا الجملة دي مبنية للمجهول في الباسيف، فيبقى معناها أن مصر يعني كيف تعوض financially، financially يعني ماديا بفلوس financially. طيب بعد كلمة compensate يعوض، وفاينانشالي ماديا. بايس اللي هو التحيز. في حاجة بيسموها في الإعلام اللي هي الميديا، في ميديا بتبقى اوبجكتيف موضوعية، يعني بينقلوا الخبر زي ما هو، وفي ميديا ساعات بيبقى فيها نوع من البايس اللي هو التحيز. ميديا بايس، التحيز ده له أنواع أو ممكن يحدث بأساليب مختلفة. في بايس اللي هو التحيز أو الانحياز by placement. placement اللي هو وضع الشيء في مكان معين. يعني ازاي؟ ممكن لو جريدة بتأيد مثلا موضوع معين أو عاوزة تبرزه، بتضع العنوان فوق في رأس الصفحة في مكان بارز. لو عاوزة تغفل الخبر يعني تتجاهله وما تهتمش بيه قوي، ممكن تضعه في جزء بسيط تحت في أي مكان كده في الصفحة، ما يبانش وما حدش يحس إنه شيء مهم. فده اسمه bias by placement. معناه بالإنجليزي هو position، المكان of the article on the page، مكان المقالة في الصفحة. طيب في برضه bias by omission، اللي هو omission اللي معناها الحذف أو الإغفال، إنه يغفل جانب معين أو حقيقة معينة ما يقولهاش ويذكر جوانب تانية، ده اسمه omission، أغفل. بقول leaving out facts، ترك الحقائق، or certain information which doesn't agree، لا تتفق مع with the writer's point of view، التي لا تتفق ووجهة نظر الكاتب. ده برضو نوع من التحيز اللي اسمه بايس، عن طريق الأوميشن، إن هو بيغفل ذكر حقائق معينة. آخر نقطة عندنا في الجمل بايس باي سبين. سبين اللي هو تزيين الكلام أو تحوير الكلام، اللي هو بيقول using emotional language، استخدام لغة عاطفية، emotional يعني عاطفي، to persuade the reader، علشان يقنع القارئ. أحيانا الكاتب ممكن لو مثلا له اتجاه إنه بيأيد شيء معين، فيستخدم كلمات عاطفية علشان يأثر على القارئ ويخليه يعني يحب الموضوع والعكس. طيب بعد كده عندنا نشوف بس بعض الكلمات اللي احنا خدناها دلوقتي،
قلنا with bated breath اللي هي بفارغ الصبر، ينتظر بفارغ الصبر. wait with bated breath. بعدها كلمة balanced يعني متوازن. مفروض الصحفي مفروض يكون له a balanced point of view، وجهة نظر متوازنة. إنما في ناس بيكونوا biased، متحيزين. biased متحيز لموضوع أو لفكرة على حساب موضوع آخر، فلذلك ممكن يستخدم بقى omission، طريقة الإغفال أو التجاهل، إنه يتجاهل بعض الحقائق اللي هي ما بتتفقش مع رأيه، اللي هي omission. وفي spin اللي هو تزيين الكلام أو استخدام اللغة العاطفية علشان يأثر عليك. يعني لو مثلا واحد بيتكلم إن كان في الطريق مثلا مشكلة معينة ومنعت السيارات إنها تمر، هو لو متضايق من الموضوع دوت هيقول لك واتحبست في السيارة بتاعتي لمدة ساعتين في عز الحر وكذا وكذا. واحد تاني يقول لك احنا عشان في مشروعات كبيرة بتتم في الطريق وفي إصلاحات بتتم فتحملنا شوية مؤقتين فترة مش طويلة وبعد كده مشينا. فشوف ممكن الواحد ينقل الرواية بكل واحد من وجهة نظره. فاللي بينقل الرواية وبيحط عليها بعض زي ما بقول البهارات كده يعني علشان يخليك تحب أو تقرأ الموضوع، ده اسمه put a spin on it، بيضع عليها تحوير أو تزيين الكلام. وخدنا برضو كلمة compensate اللي هي معناها يعوض، compensate. نيجي بعد كده نشوف بعض الجمل البسيطة، اكسرسايز بسيط، وبعدين ندخل بقى في التدريبات اللي على lesson 3. أول جملة هنا هي opened the envelope، فتح المظروف. envelope اللي هو الظرف. waiting with bated to see if he got the job، فتح المظروف علشان يشوف، أو waiting with bated طبعا نشوف بس الكلام اللي ناقص هنا. waited with bated breath هنختار طبعا breath اللي هي ديت. طبعا birth دي يعني الميلاد، breeze يعني النسيم، breathe ديت معناها يتنفس. الإجابة طبعا with bated breath، كان منتظر بفارغ الصبر to see if he got the job، الوظيفة. Number 2 we will the results soon. results النتائج، احنا هنعمل ايه في النتائج؟ announce يعني يعلن، ولا occur يحدث، ولا exist يتواجد، ولا persuade اللي معناها ايه؟ يقنع. طب احنا هنعمل ايه؟ برافو عليكم، announce هنعلن النتائج. the number of traffic almost doubled تضاعف in the last 5 years في آخر 5 سنوات. number of traffic ايه؟ عدد traffic ايه؟ طبعا traffic casualties إصابات المرور، الإصابات اللي بيتسبب فيها مثلا حوادث المرور. number 4 the earth takes 24 hours to complete one on its axis. axis يعني محور، يعني بتدور حوالين نفسها أو حوالين محورها، يبقى طبعا spin. number 5 she had never seen the missing book، إنها عمرها ما شافت الكتاب اللي ضايع دوت. يبقى she أقول spun دارت حوالين نفسها، ولا persuaded أقنعت، ولا claimed ادعت أو زعمت، ولا compensated عوضت. يبقى طبعا claimed ادعت إنها لم ترى الكتاب. you should give a opinion، المفروض تعطي رأي إيه؟ considering يكون بيفكر فيه أو بيأخذ في الاعتبار both sides of the argument، كلا جانبي النقاش. فيبقى الرأي المفروض يكون أقول biased متحيز، ولا claim يدعي، ولا balanced متوازن، ولا spin طبعا balanced متوازن. آخر جملة the company the workers for their extra hours، الشركة عملت إيه مع العمال علشان الساعات الإضافية؟ طبعا الشركة compensated the workers، عوضت العمال عن الوقت الإضافي أو الساعات الإضافية. نيجي نشوف بقى الكلمات اللي اتعلمناها النهاردة كده. أول كلمة with bated breath، لما نقول عن حد إن هو بينتظر wait with bated breath ينتظر بترقب شديد. claim اللي معناها يزعم أو يدعي. occur يعني يحدث اللي بتساوي take place. exist يتواجد. announce يعلن.
spin يدور حول نفسه، omission إغفال أو ترك بعض الحقائق أو المعلومات، ignore يتجاهل، ignorance الجهل ignorance، production يعني الإنتاج، expert في طبعا بعض الكلمات البسيطة مثلا اللي هي الإضافية يعني بحس إن الطالب المفروض يبقى عارفها فبنضيفها يعني بمناسبة كلمة omission اللي هو الإغفال أو تجاهل فجبنا كلمة ignore يتجاهل وignorance الجهل. production إنتاج دي برضو كانت موجودة في الكلمات في كلمة product لما بعض الدول قالت إنها تبعت البرودكتس المنتجات باي اير جوا، فبرودكشن الإنتاج. وكنا قلنا الحصة اللي فاتت برودكتيف يعني منتج، وطبعا جاي من فعل بروديوس وكنا فرقنا بين بروديوس وانتروديوس وريديوس ده في الحصة اللي فاتت. اكسبرت خبير، وطبعا تعرفين اكسبيرينس يعني الخبرة. انفستيجيت يتحرى، كاجوالتيز إصابات أو خسائر، كومبنسيت يعني يعوض، financially ماليا أو ماديا، bias اللي هو الانحياز، placement الموضع أو وضع الشيء في مكان، persuade يعني يقنع، وفي برضه convince يعني يقنع، constructive بناء يعني بيجي مثلا من كلمة النقد البناء نقول constructive criticism النقد البناء. وآخر كلمة عندنا موجودة دلوقتي في الكلمات كلمة prove يعني يثبت prove، طبعا نفرق بينها وبين improve يعني يحسن. وبكده نكون أنهينا lesson 2. إن شاء الله الحصة اللي جاية هنخلص unit 1 بليسون 3، بعد كده ناخد مراجعة شاملة على الوحدة كلها. That's it for today's vocabulary. Keep practicing and I'll see you in the next lesson. Bye bye.